شاهدها من ملعب البيت واللي جاهز بأفضل صورة ممكنة لاستقبال هذه المباراة المرتقبة. وسأكون معكم كالعادة أنا محدثكم فارس عوض، وهنا معكم سنتواجد من أجل متابعة مباراة هي الأولى، مباراة بداية الطريق ضمن مرحلة المجموعات من المونديال العالمي. المغرب في مواجهة الدنمارك، مباراة كبيرة جدا اليوم. نتحدث عن بداية المشوار في بطولة كأس العالم، نتحدث عن الانطباع الأول، بطولة كبيرة الكل يترقب في انتظار المنافسة، والآن حانت اللحظة. حكيم زياش، سفيان مرابط، منير الحدادي، احتفاظ بالكرة بشكل ممتاز، بناء للهجمة بهدوء، ارتماء جيدة هنا وتصدي ممتاز للكرة، لم تشكل أي تهديد يذكر. كرة بتروح إلى ضربة ركنية. يا الله، هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. أولسن يتدخل وتخرج الكرة إلى رمية التماس. هويبرغ، دولبيرغ، سفيان بوفال، سفيان مرابط. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري، يستعيد الكرة بهذا التدخل. كريستيان إريكسن، دولبيرغ، هويبرغ، بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة. هويبرغ، توماس ديلاني، ابعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. وقت مضاف ودقيقتين لهذه المباراة. صافرة حكم المباراة تنهي شوط المباراة الأول، والآن يذهب الفريقان لاستراحة قصيرة، نعود بعدها لاستكمال المباراة. عودة مع ضربة بداية الشوط الثاني لمباراة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات في كأس العالم. وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. عنده حلول كثيرة إريكسن في وجود هذا الدعم. ركلة حرة للدنمارك. اوه يا إريكسن، هدف خيالي، تسديدة، ضربة، كرة، نهاية لهذه الحرة المباشرة. نشوف الهدف من جديد، انطلاقة رائعة بالكرة، مجهود فردي ممتاز وهدف مميز. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. حكيم زياش، حكيم زياش، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمية تماس. كرة بيخلصها المنافس، ركلة حرة للدنمارك. واضح أن قادم اللحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب. ضاعت الفرصة، كانت قريبة من المرمى، حطها براسه لكن بدون دقة، وصل للكرة لكن لم يوجهها. عليه أن يكون أكثر دقة في المرات المقبلة. رومان سايس، سفيان مرابط،
ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. ركلة حرة للدنمارك. واضح المدرب راح يدفع بلاعب بديل من على دكة البدلاء. حكيم زياش. 5 دقائق كل ما يفصلنا عن الوقت الاصلي لنهاية هذه المباراة، والتعادل مستمر في النتيجة. لمسة جميلة، الله على فرصة للتقدم في المباراة. الله، الكرة في المرمى، هدف في التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. قطع للكرة في الوقت المناسب. تنطلق الصافرة في هذه الأثناء لتعلن عن نهاية المباراة الأولى بتحقيق الانتصار والنقاط الثلاث. هذه